اشرح لك فيها كل حاجه تخص ميتا بناء على الابديتس الجديده اللي نزلت على ميتا. ان شاء الله المحاضره دي لو انت طبقت بناء على اللي انا بقوله لك هتلاقي نتائج كويسه جدا، سواء انت ميديا باير او حتى بزنس اونر. طيب اول حاجه كده خلينا نبدا من الصفر خالص لحد ما نبدا نعمل كامبين متكامله، مش هفوت لك اي حاجه اطلاقا علشان تعرف انت هتعمل ده ازاي وليه وعلشان ايه كمان. تمام؟ طيب اول حاجه دلوقتي انا عايز ابيع برودكت او سيرفيس، لازم نفهم الاول ايه هي الاوبجيكتيف. طبعا انا عاملها بالعربي علشان في ناس كانت بتشتكي تقول لا احنا عايزين باللغه العربيه، انا عملتها لك باللغه العربيه برضه. اول حاجه عندك هنا حاجه اسمها مزاد، وعندك هنا حاجه اسمها حجم. مزاد يعني انت بتدخل مع المنافسين مزاد على حسب الشيء اللي انت بتقدمه. اول حاجه الوعي اللي هو الاويرنس. الاويرنس بكل بساطه كده ان انت عندك براند بتوضح للناس البراند بتاعك اكتر ولا اقل. تمام؟ طيب عندك الزيارات. الزيارات بكل بساطه هي ترافيكس، ان انت مثلا في عروض البلاك فرايدي ان انت بتقدم مثلا منتج معين وعايز اكبر عدد من الترافيكس على الويب سايت او الستور اللي انت بتقدم. تمام؟ طيب عندك انجيجمنت. اكبر مشكله بتقع فيها حضرتك ان انت بتيجي تعمل الكامبين بتاعتك اوبجيكتيف انجيجمنت، وطبعا انت شغال رسائل بناء على الانجيجمنت، فانت بتلاقي كلاينتس كتير جدا بس ما فيش حد بيشتري منك. بسيطه جدا، لان متى بتقول لك ان التفاعل هو عباره عن انك بتلم ريتش، لايكس، كومنت، انجيجمنت، بس ما بتعملش اي حاجه ثانيه. يعني هو مش وسيله للتواصل والمبيعات والكلام ده. طيب ليد جنريشن، ودي حاجه مهمه جدا لازم نرجع لها تاني علشان في ناس كتير جدا عامله اعلاناتها كلها تفاعل. يا جماعه ما ينفعش. حتى يقول لك اصل شركه التسويق هي اللي عملت لي كده. حبيبي شركه التسويق دي دول حلاقين، مع احترام الحلاقين، على الاقل الحلاقين عارفين هم بيعملوا ايه. دول مش ميديا باير، دول مش شركه تسويق اصلا. تمام؟ دول ناس اطلقوا على نفسهم ان احنا هنشتغل في التسويق بس وخلاص كده. طيب العملاء المحتملون اللي هو الليد جنريشن، دي بتفرق طبعا عن المبيعات في حاجه بسيطه جدا. لو انت شغال ريال استيت او بتشتغل مثلا بتبيع كورسز مثلا، عندك اكاديمي، الكلام ده كله، فطبعا انت محتاج تستخدم الليد جنريشن. تمام؟ طيب عشان تجمع ليدز طبعا. طيب ابي بروميشن ده بكل بساطه لو انت عندك ابلكيشن، ولكن مش هنتكلم عنها خالص دلوقتي. سيلز، هي الفكره كلها في السيلز. انا دلوقتي عايز اعمل مبيعات، فانا بختارها مبيعات. هتقول لي لا بس انا بختارها تفاعل. يا باشمهندس التفاعل من الاخر كده ملوش اي 60 لازمه غير لو انت عايز فولورز، عايز لايكس، عايز كومنت، بس احنا ما بنحتاجهاش في حاجه ثانيه. صدقني انا مش فاهم ليه الناس بتستخدم التفاعل. التفاعل ملوش لازمه. طيب خلينا ندخل على المبيعات، نعمل متابعه. احنا دلوقتي هنببلش كامبين كامله متكامله لو انت لسه في البدايه وحتى عندك رؤيه واضحه للاعلانات يعني.